ايوه كده رايد تو الواحد اللي كسر يا بي ايه. هذا 200 جنيه دخلت الحمد لله. يا ابو عبيد اخبارك؟ من بالك من هيك النهارده مبسوط يعني كده. اوه تو الواحد الله يخسر. يا محمد اتفضل تعالي يا ابو عبيد. يا ابن اخبارك؟ تمام والله الحمد لله. ما بتعمل ايه يا ابو؟ اقعد يا محمد اقعد يا راجل، ده انا اقول لك بعمل ايه دلوقتي. اقعد اقعد، ما توريني يا ابو بتعمل ايه. عارف يا محمد نزلت لك حته لعبه دلوقتي مغفلي دلوقتي اسمها الطياري تو على طول جايب منها فلوس وفودافون كاشا. واحد فلوس نزلها يا راجل نزلي نزلها بس تبين تكسب. طب خد نزلها لي يا محمود، خد نزلها لي يا اخي، الواحد فلس. هات يا عم انزلها لك عندك انت الاول. عندنا. طب سهله دي انزلها لك على السريع. محمود ازيك يا حاج محمد؟ يلا ابو مرحبا منورنا والله. الله يخليك يا شيخ احمد. محمود كنت عايز دقيق. ماشي يا احمد اديني جايلك دقيقه واحده بس. امال ايه يا محمود؟ بقول لك عايز اجرب. انت ايه الحكايه؟ امال انت بتعمل ايه في التليفون واخدكم مننا كده؟ انت بتلعب ايه اصلا؟ والله يا شيخ نزل لي لعبه مغفلقي اسمها الطياره، بتكسب فلوس. تعال شوفها كده، وريه يا محمود الفلوس اللي كسبتها، وري له. طب الفلوسيه هي فيش حاجه يا شيخ والله تعالى بس سبحان عارف انت اللي هيجيب لي ما فقر على كده والله العظيم يا ريتني ما قلت لك. لعبتين اللي بتكسب فلوس ده؟ اوعى اكون يا محمود اللي ببالي، هزعل منك بجد. ايوه يا شيخ لعبتين اللي في بالك يعني نقول لي عليها كده. اللعبه اللي بيقولوا عليها محمود الطياره مش عارف القدر ولا اللي بتكسب فلوس حرام دي، اللعبه دي اوعى تكون بتلعبها انت، ده بتكسب فلوس حرام، فلوسها من القمار. والله هي لعبة الضايرة يا شيخ ما فيش غيرها هي اللي بتكسب فلوس هي الوحيدة اللي بتكسب فلوس يا شيخ. بس هنعمل ايه اديك شايف الظروف والدنيا والمشاكل وبعد كده انت عم الشيخ عم تقول ده حرام حرام ايه الدليل بتاعك انت؟ أقول لك الدليل عن محمود. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في كتابه؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والميسر ده عن محمود هو القمار، يعني أي حاجة زي مثلا فيها زهر أو شطرنج أو أي حاجة من الألعاب دي، دي النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنها وربنا محرمها في كتابه الكريم. ماشي يا عم احمد يعني احنا هناكل العيال طوب ولا ايه؟ انا مش فاهم والله العظيم هي كل حاجة محرمة بقت دلوقتي ولا ايه؟ يعني برضه بتجاوح، يعني سبحان الله يا أخي. يعني أنت قلت لي دليل وجبت لك دليل، برضه مش مقتنع إنه هو حرام. يا أخي مش عارف الفكر اللي زرعوه فيكم دي كنتوا كشباب. يا أخي الله المستعان. ما هو الحرام دلوقتي خلاص بيجي يحللوه عياذا بالله. يعني أنت ناوي أصلا توكل أهل بيتك حرام وتوكلنا إحنا معاك حرام؟ والله العظيم حرام عليك. واديك سبحان الله خليت الراجل اللي جاي يقعد معاك شويه محمد خليته ينزل اللعبه، والله اعلم محمد هيوزعها لمين وكده، يديها لده ويديها لده، وتعالوا يا شباب ده بتكسب فلوس، وده كله المحيط ده كله هيكون في ميزان سيئة. خلاص يا عم الشيخ والله العظيم نمسح والله العظيم وانا تبت توبة نصوح ان شاء الله. وحتى الجماعة اللي انا خليتهم نزلوها والله العظيم لا اخليهم يمسحوها باذن الله. ناس كتير الأيام دي مش فارقة مع الحرام والحلال، أهم حاجة الفلوس، حرام بقى حلال مش فارقة، أهم حاجة إن هو يصرف وياكل ويشرب. الواحد فينا الأيام دي كسلان ينزل يشتغل، أصح يشتغل إزاي وفي فلوس بتجيله؟ حرام بقى حلال مش فارقة، أهم حاجة إن الفلوس بتجيله. عايز أقول لك حاجة يا صاحبي، ما تخليش الشيطان يضحك عليك زي ما ضحك على ناس كتيرة قبلك. سلام.